السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد. اليوم ان شاء الله كيف ما كتشوفوا غادي نقدم لكم حليوات ديال الدوازاتاي اللي همويين وكيجيو رائعين. ندوزوا للمقادير وطريقه التحضير. نبداو على بركه الله. عندي هنايا شوكولاته ديال الدهن، اي شوكولاته اللي عندكم باي نوع، كاس ديال الزيت، كاس ديال سنيده ولكن ما عامرش بزاف، اللي بغى اللي كيتعجبو الحلاوه يعمر الكاس. عندي 125 غرام ديال المارغرين. هنا بيضه كبيره، ولكن الا ما كانتش كبيره ديروا جوج بيضات صغار. نصف كيس من الخميرات الحلويات هي 4 غرام، وساشيه ديال الفاني 8 غرام، وفلون ديال الكراميل، ونصف كيلو من الدقيق، يعني نص كيلو. غنضيفو هنايا الزبده، ونضيف السكر سنيده وفاني. كنحاول انني ما نديرش الفيديوهات طوالين باش ما نطولش عليكم الفيديو ويكون ممل. هنايا غادي نخلطهم مع بعضياتهم تيندمجوا. كيجيو رائعين وكيجيو هماويين. كنحاول انني مره ندير لكم شي حاجه اللي مختلفه على اللي كتشوفوا ديما، باش الواحد كيبغي ينوع العين اللي كتاكل كيف ما كيقولوا. هنايا غنضيف بيضه، تكونوا خرجتوها من الثلاجه قبل باش ما خصهاش تكون بارده. صافي غادي نبدا نخلط فيهم تيندمجوا مع بعضياتهم. وغادي نضيف الزيت. هنايا الزيت غنبقى نخلط حتى ما يبقاوش الحبيبات ديال الزبده. ملي كتبقى هكاك الزبده بحال مكوره راه كتبان في الحلوه. ملي كطيب كتذوب ديك الزبده، كتبقى ديك التقيبه ديال ديال الزبيده باينه. فهمتي؟ من الاحسن تخلطوا الزبده مزيان تتولي كريم. هانتوما شفتوا انا خلطتها مزيان. غادي نضيف هنايا معلقه كبيره ديال النشا، ضروريه. راه نسيت ما حطيتهاش في المقادير، ولكن انا قلتها لكم هنايا ضروري ديروا معلقه كبيره ديال النشا. صافي غنبدا نخوي الدقيق شويه بشويه. خدات ليا هنايا نص كيلو كامل ديال الدقيق. صافي غادي نضيف خميره الحلويات، غير نصف كيس، يعني عفوا تقريبا 4 غرام. غير ما تزربوش في الحلوه كتبغي الخاطر، وكتبغي الواحد يصاوبها بشويه وكيف ما هي المقادير كيف ما هما مضبوطه، وكيف الطريقه كيف ما هي، باش كلشي كيجي مزيان كيجي هو هذاك متول. صافي غادي نبقى هنا نجمع غير بالصباعات ديالكم. شفتوا ما كندلكش العجينه، كنبقى غير بحال كنجمعها باش كتجي مرمله بحال الصابلي. شفتوا؟ وكتبقى شويه العجينه رطبه. صافي هنايا انا جمعتها. غادي نقسمها على جوج. النصف الاول غادي نضيف ليه فلون ديال الكراميل، كيعطي واحد النكهه رائعه. اولا الا بغيتي ديري فلون ديال الفريز ديري. المهم انا درت عندكم لو شو انكم تنسموا باش ما بغيتو. صافي غادي نخلطها هنايا باش تندمج ديك العجينه مع داك الفلون كراميل. شفتوا غنخلطها وكنعجن غير بصبع يديا. ما تعجنوش، ما تبحال ماشي ديروا بحال الدلكوها. شفتوا نتوما انا كنفرتها وكنجمع، لحقاش الا دلكتي العجينه ما غيبقاش فيها داك الصابلاج، ما غتبقاش مرمله. صافي غادي نجمعها بحال هكا وغنحطها على جنب، وناخذ العجينه الاخرى اللي غنضيف ليها معلقه صغيره تكون عامره مزيان ديال الشكلاط ديال الدهن. راه كيعطي واحد المذاق رائع. راه جات غزاله ما نقولكمش، واحد المذاق لا يقاوم. بعدا اللي عنده الوليدات صغار غيحماقوا عليها. مع كتجي ملي كتفينيها وكدير لها داك الفيتين وهذا كتجي مقرمشه، واحد المذاق غزال. صافي غادي نبقى هكا نعجن فيها حتى هي. غنجمعها باش نخلط ديك العجينه. هانتوما شفتوا هاي تخلطات ليا الشوكولا. غنغطيو اللي غنحتفظ باللي باقي ما نخدمش بها، ونخليها ضروري تغطى بواحد الميكه باش العجينه ما تقشبرش وما تقصاحش. هانتوما غنبقى ندير هنايا كويرات عاديين، غنبقى نكور في العجينه عاديين، غيكونوا غير بول صغارين. ما ديرهمش كبار. مع هي كتزيد شويه تنفخ مع فيها اول حاجه الخميره ديال الحلويات وداك النشا كيعطيوه شويه الفوليم. صافي غنبقى نكور تنكمل الكميه كامله اللي عندي. انا هنايا كملت الكميه اللي عندي. غنكون شاعله الفران على 160 درجه، غنحطها طيب. شتي راه كتخلي واحد لاسباس ما بين الحلوه باش ما تلصقش لكم. هنا غنبدا نصاوب داك الهلال اللي تا هو كيجي رائع في المذاق والمنظر.
غنبقى كنكورها وكنديرها حريبلات وكنصوبها بحال الكعبه، بحال الشكل ديال الكعبه صافي. وكنحط في اللاطه. راه ساهلين يعني ساهلين. انا حاولت انني ندير داكشي اللي ما فيه لا طوابع، ما فيه لا شي حاجه اللي تحمقك. يعني كندير حلويات اللي يكونوا بساطين وعاطين المنظر يعني زويونين. صافي غنبقى نكور هكا تنكمل الكميه ديال العجينه كامله اللي عندي، وحتى هي غندخلها طيب على 160 درجه، نطيبها من التحت وعاد نهبطها نطيبها من الفوق. هيا هنايا كملت الكميه كامله اللي عندي. شفتوا راه كتجي بحال الهلال بحال الكعبه. صافي هنايا الاولى طابت، شفتوا راه كتنفخ شويه. ها هي كتجي محمره غير شويه، غير مذهبه من التحت. ندوزو للتزيين. عندي هنايا الشوكولاط ابيض، ها هي الحلوه اللي طابت شفتوا. عندي الفيوتين راه كيتباع في جميع المحلات. عندي الشوكولاط ابيض والشوكولاط اسود. هنا خلطت ما بين الصديفات ديال الشوكولاط اللي كيكونوا فيهم 50 درجه ديال الكاكاو الطالعه اللي نوعيه جيده، وخلطت العادي. ما بغيتوش تخلطوهم ما تخلطوهمش. وعندي اللوز فيلي. هنايا ذوبت الشوكولا بيضه وغادي نبدا نغطس هكا. الشوكولاط ما يكونش سخون بزاف، كل ما كان الشوكولاط دافي دغيا اول حاجه كتجمد الحلوه، وثاني حاجه داك الحلوه ما كتاخذش داك السخونيه ديال الشوكولاط، وكتبدا بحال كتجينا رطبه ما كتبرد دغيا بالزربه. كيكون غير دافي الشوكولاط. ملي تذوبيه خصو تخليه شويه يدفى باش اصلا ملي تحت ملي كنقطروها شتي راه ما كتبقاش ليا الجناب هكا مجغلطين وداكشي كيبقى يسيح. صافي غنبقى على هاد الطريقه نكمل الكميه كامله اللي عندي. كنخشيها في الشوكولاط وكندير من الجنب اللوز فيلي. اللي عنده لوز فيلي، اللي عندها كاوكاو، نتوما عندكم الاختيار انكم تذوقوا باش ما بغيتي. غير انا كنحاول انني ننوع باش يكون المنظر مختلف. هنايا ذوبت الشوكولاط كحل وكنخشيه في الفيتين وكنخلط هكذا باش يلصق فيها. شفتوا انا كنخلط وكننزلها. هذه كتجي رائعه. هذه بعدا المذاق ديالها انا ما نكذبش عليكم لا يقاوم، حمقاتني. صافي غنستمر على هذه الطريقه تنكمل الكميه كامله اللي عندي ديال الحلوه. وهانتوما كتشوفوا هذه هي النتيجه. جات غزاله ورائعه. شهوه منها ما تسخيش بها. جات واحد المذاق مقرمش وزوين، وحتى داك النشا عطاها واحد ما بين الرطوبيه وما بين التقرميشه. جات رائعه. هانتوما شفتوا ها هي هذه ديال الشوكولاط ابيض. هذا الهلال حتى هو جا رائع في المذاق. داك الكراميل عطاه واحد النكهه زوينه. هانتوما غتشوفوها من الوسط كيفاش دايره. شفتوا جات غزاله. كنتمنى تكون عجبكم الحلويات اللي قدمت اليوم. نتلاقاو في فيديو جديد وفي حلويات جداد ان شاء الله يا ربي. بسلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير.